معانا النهارده وصفة مختلفة ومشبعة جدا وصحية قوي. وصفة اللحمة المفرومة بالفريك. ده ربع كيلو لحمة مفرومة متعصجة بدون أي إضافة دسم، كوب من الفريك منقوع ساعتين، بصلة صغيرة مبشورة، وملح وفلفل. يلا بينا نشوف الوصفة. هاخد البصل هشوحه في معلقة زيت زيتون كبيرة، وهشوح البصل. أول ما الزيت يبتدي يسخن هحط البصل، هقلب البصل بس لحد ما يصفر، وبعدين هضيف المية السخنة. قبل ما اضيف المية السخنة هدي الفريك تقليبة سريعة كده مع البصل. ممكن كمان نضيف على الأكلة دي رشة حبهان وورق لورا مطحون، هتدي برضو طعم حلو جدا. هنضيف مية سخنة حوالي كوب مية لكل كوب فريك. هضيف دلوقتي الملح والفلفل، وهقلب وهغطي على نار هادية عشان الفريك يكمل سواه. الفريك هياخد على النار حوالي من 10 ل 15 دقيقة، بشرط ان هو يكون منقوع قبلها من ساعتين ل4 ساعات. هغطي على الفريك حوالي 15 دقيقة على نار هادية لحد ما يشرب ميته. بعد حوالي 15 دقيقة هفتح على الفريك، هديله تقليبة، وهزود اللحمة المفرومة، وهضيف شوية مية صغيرين هقلبهم، وهشوف محتاجين ميه اكتر ولا لا. الفكره كلها ان اللحمه المفرومه لما باجي اسويها او اعصجها يعني ما بضيفش اي دهون مضافه خالص، لان هي بيبقى فيها نسبه دسم، فمش عايزين نعلي نسبه الدسم دي اكتر من كده. فبشوحها عادي، بعصجها من غير اي دسم مضاف، وبعدين بضيف لها البصل والتوابل بتاعتها، ملح وفلفل. كده الاكله بتاعتنا تقريبا خلاص استوت. هقلبها واقدمها، ريحتها روعه ما حصلتش. هقدم اكلتي خلاص في السيرفيس، وبالهنا والشفا، باذن الله تعجبكم جدا. الاكله دي بجد هتعجبكم جدا، مشبعه وصحيه، وطعمها وريحتها خطيره، وبتفرق كتير، بتشبع اكتر بكتير من الرز والمكرونه. ودي كانت وصفتنا النهارده، وصفه الفريك باللحمه المفرومه. روعه، هتعجبكم جدا جدا جدا، لازم تجربوها. وانتظروني في وصفات قادمه صحيه ورمضانيه وخطيره مع دكتور أمنية شيرين.